بغيت نشكر السيد الوزير على هذه الاتفاقية اللي هي في الحقيقة اتفاقية مهمة ومهمة جدا في إطار حماية التراث المغربي العريق. هذا التراث اللي كيعرف في بعض الأحيان بعض الهجومات أو بعض الهجومات كاينين، واش ناجحين ولا ما ناجحينش حاجة أخرى. وايضا كيعرف بعض الناس المقاولات اللي كيبغيو يستافدوا منه بصفه مباشره دون احترام الاصل الوطني والمعرفه التاريخيه ديال المعلمين وديال بعض المناطق ديالنا بالنسبه كانت تراث طبيعيه او ثقافيه الى اخره. اليوم المغرب كيتوفر على ادوات وعلى مؤسسة اللي عندها اعتراف عالمي في حماية العلامات وفي حماية أيضا بعض الرسوم الهندسية والرسوم الثقافية، وغنستافدوا وغنشتغلوا بهذه الأداة اللي معترف به عالميا، اللي هو أول مركز مصنف تقنيا بالقارة الإفريقية، باش نقويو الحمايه ديال التراث ديالنا اولا، وثانيا باش نسجلوا هذا التراث وهذه الرسوم وهذه الميزه ديال التراث ديالنا قانونيا في المجال الدولي، وثالثا باش نعرفوا هذه الاداه اللي هو مهم جدا لكل الفاعلين، كانوا فاعلين عموميين في اطار الحمايه الجماعيه ديال هذا التراث او خواص ايضا اللي كيبدعوا في هذا المجال، باش يمكن لهم هما ويمكننا حنا كدوله وكوطن نستافدوا ونقويو الاثار والانعكاس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ديال التراث ديالنا على الفاعلين ديالنا ونحميوه من كل الهجومات.